بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنقوم بإنشاء مطوية بشكل سريع وحفظها كملف PDF ليتمكن الطالب من إرسالها إلى المعلم. في البداية نفتح برنامج مايكروسوفت ببلشر، نذهب إلى قائمة ملف، نقول له جديد. يظهر لنا طبعا مجموعة من القوالب لهذه المطويات، نختار أبحاث موجزة. يظهر لنا مجموعة من القوالب المثبتة والتي يتم استخدامها بشكل كبير لكل من يرغب في إنشاء أي مطوية. نختار هذه مثلا على سبيل المثال، ثم نضغط إنشاء في أسفل الشاشة. بيتم الآن العمل على تجهيز هذا المنشور. هذه المطوية تحتوي على ورقتين، ورقة أولى ورقة ثانية، صفحة أولى صفحة ثانية. طبعا في منها ما يقابله مقدمتها وخلفيتها وما شابه. بعد الانتهاء منها تماما وتغيير الصور والنصوص حسب الموضوع اللي تم اختياره، نذهب إلى قائمة ملف، نختار حفظ باسم، نحدد في البداية على سبيل المثال سطح المكتب لحفظ هذا المنشور. مطويتنا يتم اختيار اسم لها، مطوية مثلا للشرح أو منشور للشرح. بيتم حفظ ذلك الملف بشكل تلقائي كملف Publisher Files، لكن أنا أرغب في تحويله إلى ملف PDF لإرساله للمعلمة. ها هو خيار ملف PDF. اللي بترغب إرساله كBNG بيتم اختيار ورقة ورقة أو صفحة صفحة من هذا المنشور وتحويلها إلى ملف BNG يتم حفظها بشكل منفرد. أنا أرغب مثلا في حفظها بشكل ملف PDF، أسهل لي ملف PDF. حددنا المكان سطح المكتب، حددنا الاسم حسب موضوعي ونوع الملف PDF، ثم حفظ. يتم الآن تجهيز المنشور أو المطوية. بعد التجهيز أين تم حفظها؟ تم حفظها على سطح المكتب. نذهب إلى سطح المكتب، ها هو تجهيز المنشور، ها هو على سطح المكتب. بيتم طبعا فتحه. ها هو المنشور أو المطوية جاهزة. ها هي الصفحة الأولى، ها هي الصفحة الثانية. بعد التأكد من فتحه بيتم إغلاقه وتجهيزه لإرساله للمعلمة عبر الصف الافتراضي ضمن الواجب مثلا، أو عبر مجموعة الواتساب. طبعا أنا بانتظار مطوياتكم وإنجازاتكم وإبداعاتكم. شكرا لكم، إلى اللقاء.